LCD و LED و OLED وانواع شاشات كتير قوي، وانصحك عشان تعرف الفرق شوف الفيديو ده للاخر عشان تعرف تشتري ازاي سواء موبايل او مونيتور او تلفزيون. تفتكروا ايه الفرق بين كل شاشه وشاشه؟ واجيب انهي شاشه لانهي استخدام؟ عشان نعرف الفرق بين كل الشاشات دي تعالى الاول اخدك في رحله سريعه تاريخيه شويه، ولكن عشان نفهم احنا جينا منين وبقينا فين. زمان سواء انت عديت عليها او لا كان في شاشات قديمه كده اسمها CRT، دي اللي احنا بدانا بيها، والسي ار تي دي كانت اختصار لكاثود راي تيوب. الشاشات دي كنا بنلاقي جواها كده 3 مسدسات او بيطلعوا ليزر كده كبير 3 الوان مختلفه، الار والجي والبي، الريد والجرين والبلو، ودول ال3 الوان اللي لحد النهارده بنستخدمهم عشان نعمل بيهم اي لون مطلوب. فال3 ليزرز دول كانوا بيطلعوا يرموا نور على الشاشه ينوروا لنا الصوره اللي احنا عايزينها. الشاشات دي كان عيوبها كتير قوي، غير انها بتاخد مساحه كبيره، كانت تقيله جدا في الوزن، كمان سواء الكونتراست او البرايتنس او يعني الريزولوشن بتاعها ما كانش احلى حاجه. ولكن انا بقول لك القصه دي عشان تعرف احنا بدانا منين وبقينا فين. تعالى بقى الخبطك شويه ونفهم القصه اللي جايه دي مع بعض. هل تعرف ان الشاشات ال LED هي اصلا LCD؟ لا يا عم انت كده بتلخبطني، انا مش فاهم حاجه. استنى امشي معايا خطوه خطوه وهفهمك بقى للاخر كده، خليك مركز معايا. بعد ما الحمد لله خلصنا الحقبه الزمنيه الجميله بتاعت السي ار تي، الحمد لله انها خلصت، دخلنا في حقبه زمنيه تانية اللي هي ال LCD اللي هي الليكويد كريستال ديسبلاي. يعني ايه ليكويد كريستال ديسبلاي؟ الشاشات دي بتستعمل كذا لاير ورا بعض، ومن ضمن اللايرز دي هي لاير عباره عن كريستالات. ايه الكريستالات دي؟ حاجه لا منها صلب ولا منها ليكويد، هي واخده حاجه بين البنين. الكريستالات دي لو قلنا ان الصلب او الحاجات السوليد مترتبه بالمنظر ده، وقلنا ان الليكويد ما عندهاش ترتيب، الموليكيولز بتاعتها مثلا مترتبه بالمنظر ده او مش مترتبه، هي معشوقه كلها عشوائيه بالمنظر ده، يجي الكريستالات او الكريستالز في النص تلاقيها ولا منها مترتبه قوي ولا منها معشوقه، واخده مواصفات السوليد في الترتيب ولكن واخده مواصفات الليكويد او اللي هي السائل في المرونه. طب احنا استفدنا بالكلام ده ايه؟ الشاشات ال LCD بعد ما ظهرت بمساحات اصغر بكتير، احسن بكتير، وكمان بتستعمل باور اقل بكتير من السي ار تي اللي كانت بتستعمل. الشاشات دي بتشتغل ازاي؟ ركز بقى من اول هنا عشان اللخبطه هتبدا. الشاشات ال LCD كلها عشان الرول دي او القاعده دي هنمشي عليها لحد اخر الفيديو. كل الشاشات ال LCD بتحتاج اضاءه اسمها باك لايت. عارفين اللمض النيون والحاجات دي بيسموها الفلوريسنت لامبس او اللمض الفلوريسنت. اللمض الفلوريسنت اللي احنا كنا بنشوفها النيون دي كانت بدايه ال LCD او الباك لايت بتاع ال LCD. تبدا اول لاير او اول طبقه اللي هي الباك لايت تضرب في الكريستالات بطريقه معينه بترتيب معين من الكريستالات، عشان برضه هنيجي للحته دي، يضرب في اللاير اللي بعدها في اللي بعدها، توصل لللايرز او الفلترات بتاعت الالوان الار والجي والبي عشان تطلع لنا الصوره المطلوبه. فاكرين لما قلت لكم ان ال LED هي اصلا LCD؟ لما بتشوف على الشاشه مكتوبه انها LED مش LCD، الشاشه دي غيروا اللمض الفلوريسنت او اللي هي النيون اللي احنا نعرفها اللمض الطويله دي وبدلوها ب LED، فبقى في كأن كده جريدايه كده كلها عباره عن شبه البيكسلز، كل نقطه فيها بتنور للبيكسل اللي قدامها. فبدل ما بقينا حاطين لمض نيون كده، لا بقى فيه نقط 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 منورين لللايرز اللي بعدها، ومن هنا جه مسمى ال LED اللايت ايميتنج دايود. ولكن ده مش الاوليد، الشاشات ال LED كلها LCD. هل ده حسن الدنيا؟ طبعا، خلى الاسود اسود بكتير وخلى الابيض ابيض بكتير، وده مسمى اسمه الكونتراست ريشيو، لازم تعرفوه وانتوا بتشتروا الشاشه. والنسبه دي بتاعت من اغمق نقطه في الشاشه لابيض نقطه في الشاشه، وبالتالي كل ما الرقم اللي على الشمال زاد، يعني 1000 او 10000 او 100000 او مليون لواحد، فكل ما الرينج ده زاد كل ما الشاشه دي معناها ان الكونتراست فيها اعلى. ليه؟ لان فيها رينج الوان كتير جدا، فكل ما الرقم ده كبر كل ما كان رينج الالوان عندك احسن واحسن. غير طبعا ان بدل اللمبات الكبيره دي بعد ما بقينا LED الشاشات عماله ترفع مننا لان احنا بنصغر اللاير بتاعت الباك لايت. وطبعا ال LED معروف باستخدامه باور اقل بكتير، فبرضه احنا قلنا كتير عن ال LCD اللي بتستخدم فلوريسنت وعن ال CRT بكتير جدا جدا. ولكن سواء LCD او LED الاتنين ايه؟ زي ما اتفقنا الاتنين LCD. كده انت فهمت الفرق. ولكن خلي بالك احنا ولا وصلنا للأولد ولا الأموليد. قبل ما نوصل للأولد بقى خليني افهمك 3 انواع مختلفة في شاشات ال LCD. فوانت داخل تشتري اي شاشة LCD او LED هتلاقي ال3 انواع دول دايما موجودين. خلينا نمسح
نمسح. عندك الشاشات ال LCD مقسومين لثلاث انواع، ونبدا من الاولى كده اللي اسمها TN، وتاني نوع اللي اسمه VA، وتالت نوع اللي اسمه IPS. كل نوع من دول بيرتبوا كريستالات بطريقه مختلفه شويه. سيبك من المسميات وسيبك من التكنيكاليتيز اللي موجوده جوه الكريستالات، وخلينا نفهم انا هعمل ايه بكل واحده من دول. بدأنا زمان بأول حاجة وهي TN، والTN دي اللي هي اختصار للتويستد نيماتكس، كريستالات ملتوية بشكل معين فبتوصل الضوء بالطريقة دي أقدم طريقة ودي أرخص طريقة، ولكن أعلاهم كريفريش ريت وأعلاهم كحاجة اسمها ريسبونس تايم. احنا شرحنا الريفريش ريت قبل كده، بس خلينا أشرحها لك بطريقة سريعة جدا. الريفريش ريت حاجة بتتقاس بالهرتز، مثلا 120 هرتز أو 90 هرتز، ودي معناها إيه؟ معناها إن أنا أقدر أشوف في الشاشة 120 فريم في الثانية الواحدة، ولكن ده يعتمد على البرفورمانس بتاع جهازك او الموبايل بتاعك او الحاجة اللي انت بتستعملها. فمثلا لو كارت الشاشة بتاعك اصلا مش بيسبورت ال 120، ما تستناش من شاشتك انها تطلع لك 120. ممكن يكون كارت الشاشة بتاعك اخره 90 هرتز، وبالتالي الشاشة بتاعتك عمرها ما هتطلع 120. هتجيبهم منين؟ فهتجيب 90 هرتز، فانت كده جايب شاشة بتقدم لك ريفريش ريت عالي وانت مش بتستخدمه. في حاجه تاني اسمها ريسبونس تايم، والريسبونس تايم هو ان انا تخيل معايا لو انا عندي اوبجكت او اي شيء بيتحرك في الشاشه، الاوبجكت ده بيتحرك من هنا لحد هنا. حركه الاوبجكت انها تختفي من المكان ده وتروح ظاهره هنا وتختفي من هنا وتظهر هنا، ده الريسبونس تايم، ان هو يشيل الالوان من هنا ويخليها تطلع من هنا، وده بيتقاس بالملي سكندز. فاحنا واصلين مثلا ل 0.1 ملي في شاشات معينه. فانت لو رايح تجيب شاشه عشان جيمنج ولقيت الريسبونس تايم ده عالي، اعرف مع الريفريش ريت العالي انه هيعمل لك مشكله اسمها الجوستنج. انا مش عايز اتوهك، ولكن الجوستنج لو انت عندك ريفريش ريت عالي مثلا 120، هتلاقي بسبب الريسبونس تايم المتاخر ان الكوره دي اللي بتختفي من هنا عشان تظهر هنا، هتلاقي وراها سايبالك ديل ماشي، ان الشاشه بترفرش بسرعه جدا ولكن الريسبونس بتاعها بطيء، مش قادره تلحق، فتلاقي بدا يظهر ديل. نرجع تاني للشاشه اللي احنا كنا ماسكينها بقى، ونرجع لموضوعنا وهي شاشه التي ان. الشاشه التي ان اللي معروفه بريسبونس تايم قليل وريفرش عالي، وبالتالي هي حلوه جدا للجيمنج، ولكن مش معروفه بالوانها الحلوه. فانت لو مثلا جرافيك ديزاينر او بتعمل مونتاج، دي مش هتبقى احسن شاشه ليك عشان الوانها مش احسن حاجه. بعدين بدات تظهر شاشات الاي بي اس اللي اسمها ان بلين سويتشنج، اللي بيقول لك انها مرتبه كريستالات بطريقه موازيه للازاز. سيبك من ترتيب الكريستالات، بتوصل الاضاءه بطريقه مختلفه عن التي ان. فشاشه الاي بي اس معروفه بان الكونتراست ريشيو بتاعها اعلى بكتير من شاشات التي ان. الاي بي اس دي ظهرت كتير جدا في مده معينه كده في الموبايلات، واعتقد لسه موجوده في بعض الموبايلات، ولكن دلوقتي معظم الموبايلات متجهه للاموليد والاوليد، وخلينا لسه ما جينالهمش، ولما نيجي هتعرف الفرق. تخيل معايا مره ان دي شاشه تي ان، وتخيل معايا مره ان دي شاشه اي بي اس. التي ان لو جيت ابص لها كده من فوق هتلاقي الالوان بايظه خالص، مش عارفين اصلا نشوف الشاشه. ولكن لو جيت تبص لنفس الشاشه الاي بي اس بالطريقه دي، هتلاقي الالوان واضحه واحسن بكتير. هل نفس الالوان وانا باصص لها عيني لعينها كده دايركت؟ لا، مش هي، ولكن احسن بكتير من التي ان. طيب يا سيدي، احنا طلعنا جامدين جدا اهو، والشاشات الاي بي اس خلاص علمت على التي ان. ايه عيوبها؟ زي ما قلت لك، ريفريش ريت قليل وريسبونس تايم قليل. حد جه بقى قال لك ايه، احنا نقسم البلد نصين ونصلح الاثنين على بعض ونعمل حاجه جديده اسمها في اي. والفي اي اختصار للفيرتيكال الاينمنت، طريقه رص معينه للكريستالات قدام الازاز. ايه الفرق بقى؟ ولا هي في حلاوه الكونتراست بتاعت الاي بي اس، ولا هي في وحاشه الكونتراست بتاعت تي ان. فهي حاجه في النص، ولكن حلوه لاستعمالك اليومي الخفيف. يعني انت لو راجل مش عايز حاجه من الدنيا غير ان انت بتفتح ايميلات وشغال على مايكروسوفت وورد مثلا والكلام ده، فانت الفي اي احسن اختيار ليك، ولكن مش للجيمز ولا للفيديو اديتنج والايمج بروسيسنج او الجرافيكس. طب حلو قوي قوي كده، اجيب انهي في الثلاثه؟ انا قلت لك استنى عشان لسه في شاشات اوليد واموليد وليله كبيره، فخليك معايا للاخر عشان تفهم، وبعد كده مش همسكك، اشتري اللي انت عايزه. افهم الفرق الاول. كده احنا فهمنا ال LCD وال LED بانواعهم الثلاثه، ودلوقتي عايزين نعرف ايه هو الاولد بقى. فهمنا. لو انت كنت اتفرجت على حلقه النينتندو سويتش اولد اللي هسيب لك اللينك بتاعها فوق اهو، وهسيبه لك برده في الديسكربشن، كنا اتكلمنا عن الاولد. ولكن لو ما اتفرجتش، احنا برده هنتكلم عنه دلوقتي. الاولد اختصار لاورجانيك لايت ايميتنج دايود. فاكرين اللاير بتاعه الباك لايت اللي كنا بننور بيها لايرز لقدام، وبعد كده توصل للفلترات الار جي بي عشان تطلع لنا لون؟ شلنا كل اللايرز دي، كل بيكسل بقت قادره تنور لنفسها كأن البيكسل الواحدة
جواها سب بيكسلز الوان، وكل بيكسل بقت قادره تنور النور اللي هي محتاجاه من الار جي بي. وبالتالي الشاشات هتعمل ايه؟ هتبقى ارفع بكتير طبعا، لان احنا شلنا لايرز كتير. ولكن السعر نطه مش طبيعيه، لان دي تكنولوجي جديده. اي نعم بقى لها حبه، ولكن لو قررت النهارده تجيب مونيتور او تلفزيون او اي حاجه اولد او امولد، هتلاقي السعر بتاعها اضعاف ال LCD. استنى شويه عشان برضه هقول لك شويه عيوب، ما تستعجلش. مش معنى انها اجمد بكتير يبقى هي ما فيهاش عيوب. طب فرقت في ايه بقى؟ عرفنا ان كل بيكسل ممكن تنور لنفسها. لما كل بيكسل بقت تنور لنفسها، الالوان الاسود بقت اسود بكتير والابيض بقت ابيض بكتير. فاكرين ده كان اسمه ايه؟ الكونتراست ريشيو. وبالتالي الكونتراست ريشيو في الاولد عدى مراحل كتير عن ال LCD. طب هل ده احسن حاجه؟ هو طبعا حلو جدا سواء في الجيمنج او الجرافيكس، فانت ما بقاش عندك الاختيارات الكتير سواء VA او بقى TN ولا IPS. ما بقاش فيه الكلام ده. الشاشه حلوه، الشاشه حلوه في كل حاجه، ولكن ليها طبعا عيوب، فاستنى عشان تعرف. طب لو انا مسكت شاشه اولد زي الشاشات اللي كانت عندي هنا وببص لها كده، تشقلب بقى، تشقلب. لو انت بصيت لها كده، ولا انت واقف على ايدك وبتبص لها، ولا باصص لها كده، ان شاء الله تكون راميها على الارض. الشاشه الوانها واحد، مش بقى بقول لك احسن بكتير، واحد من كل الاتجاهات. شاشات الاولد ما بتغيرش لون من اتجاه لاتجاه. خليني قبل ما اقول لك كل عيوب الاولد اقول لك بس ان الاولد ما كانش مرن كفايه. شايف كلامي رايح فين؟ مرن بمعنى ايه؟ لما بقى عندنا شاشات كيرفد شويه وشاشات زي الموبايل الفولدبل والحاجات دي، بقينا محتاجين شاشه فليكسبل او مرنه زياده شويه عن الاولد. وبالتالي طورنا الاولد وطلعنا بحاجه جديده اسمها الامولد، اللي هي الاكتيف ماتريكس اورجانيك لايت ايميتنج دايود. ودي فيها لاير زياده. اللاير ده عباره عن ترانزستور اللي بيسموها TFT او ثين فيلم ترانزستورز. لاير رفيعه خالص مليانه ترانزستور، وكمان فيها مكثفات او كاباسيترز كتير تقدر تحتفظ باخر حاله لكل LED، وبالتالي بتوفر كهرباء كتير جدا، غير انها مزوداها بالمرونه. طب ايه بقى عيوب اصلا شاشات الاولد؟ الاولد مش احسن حاجه فيها البرايتنس. بالتالي انت لو قاعد في اوضه معرضه للشمس او انت قاعد بتشتغل شايف الشمس دايما ضاربه في الشاشه، الشاشات الاولد مش هتبقى احسن حاجه ليك. قوه الكونتراست والسواد والبياض الجامد اللي في الالوان مش بيخليها قادره تشوف احسن برايتنس. علشان كده لو جيت تتفرج على فيلم مثلا معمول على انه كئيب وفي سواد جامد وحته مثلا مغاره ولا مش عارف ايه كلها سودة، وجيت تتفرج على نفس الفيلم LCD قدام اولد، الاولد هتلاقي المغاره اسود كحل. لكن ال LCD عشان فيها برايتنس اعلى والسواد مش احسن سواد، هتلاقي المغاره دي لونها جراي. وهسيب لكم لينك برضه في الديسكريبشن اعلان للحته دي من LG، اتفرجوا عليه وشوفوا الشاشه بتاعتكم مطلعه الاسود لونه ايه. كمان عيب من عيوب الاولد معروف جدا وهو اسمه البيرن ان. لو انتوا كنتوا مسكتوا موبايلات قبل كده شاشات اولد، هتلاقي مثلا من فتحه الكيبورد الكتير اللي موجوده، الكيبورد بيبدا كانه بيتحفر في الشاشه. سواء انت فاتح بتكتب او لا، الشاشه بتاخد شكل الكيبورد كانه بقى محفور على طول، محروق في الشاشه. لو مثبت صوره معينه في الشاشه لفتره كبيره، مثلا عندي وول بيبر حاطط خلفيه فيها صوره ثابته للاولد بتاعتي، وسبت الشاشه دي مفتوحه لمده كبيره، مع العمر بتاعها هتلاقي الخلفيه بتاعتك اللي متثبته دي بدات تتحرق، بدات البيكسلز دي تبوظ، وهتبدا تشوف الخلفيه بتاعتك دي في اي حاجه انت فاتحها. وبالتالي هقول لك ان ال LCD عمرها اطول بكتير جدا من الاولد. حلو، احنا كده خلصنا كل الشرح، فهمنا الفرق كله، فهمنا الفرق بين ال LCD وانواعهم الثلاثه وال LCD والاولد. اجيب انهي امتى؟ بص يا سيدي، زي ما قلت لك، لو انت قاعد بتتعرض للنور على طول، ابعد اصلا تفكيرك عن الاولد. ولو الاولد بالنسبه لك برضو غاليه، ابعد تفكيرك عنها. احنا عندنا حاجات كتير عمرها اطول. لو انت بقى سواء بتحب الجيمنج او بتشتغل جرافيك ديزاينر او حتى فيديو اديتور، فالاولد مجمع حاجات كتير. لو سعرها مناسب ليك فطبعا هي الوانها لا تقارن باي حاجه تاني. طب لو انت عايز حاجه عمرها طويل في الجيمنج، اكيد انصحك بالشاشات ال LCD. طب انهي LCD للجيمنج؟ زي ما اتفقنا، احنا لو عايزين حاجه ريفرش ريت عالي بتاعها فهنروح لشاشات ال TN او ال VA اللي هي اعلى شويه من ال IPS. طب لو انا جرافيك ديزاينر او فيديو اديتور، هروح للشاشات ال IPS اللي معروفه بالكونتراست الكويس جدا جدا والوانها الطبيعيه. ولو انا شغلي مش محتاج كل الكلام ده وبفتح بس ارد على ايميلات وبتفرج على كام فيلم، على كام يوتيوب مثلا فيديو، على مش عارف ايه، خليك في ال VA وهتنفعك
في الحاجات اليوميه بتاعتك لو انت مش جيمر ولا فيديو اديتور ولا جرافيك ديزاينر. ولو قررت تجيب الاوليد او الاموليد لازم تشوف الشاشه دي كيرفد ولا لا، وكمان اشوف الريفرش ريت بتاعها 120 240 360 الريفرش ريت بتاعها كام، وعشان اشوف هجيبها تنفع للجيمنج ولا لا. ولو هجيبها الريفرش ريت عالي بتاعها لازم اشوف كمان ان انا الكمبيوتر بتاعي بيطلع اصلا الريفرش ريت ده، عشان ما اجيبش شاشه ادفع فيها دم قلبي ويكون اصلا ما عنديش الامكانيات اللي تطلع لي الريفرش ريت ده. وطبعا ما تنساش تبص على الريزولوشن او دقه الشاشه بتاعتك وانت بتجيبها. ما تروحش تجيب شاشه 4K سواء اوليد او LCD وانت اصلا كارت الشاشه بتاعك يا عيني بيطلع فول HD او اللي هي 1080 بالعافيه، لانك كده هتدفع دم قلبك على الفاضي. انت عايز تجيب شاشه الامكانيات بتاعتها رهيبه وانت اصلا ما عندكش الحاجه اللي بتطلع الامكانيات الرهيبه دي، غير لو انت بتبني للمستقبل وناوي تغير مثلا الامكانيات اللي عندك او كارت الشاشه اللي عندك وناوي تجيب حاجه احسن تستحمل ال 4K. وطبعا لو انت جيمر ابعد عن الشاشات الاكبر من 24 انش شويه، لان اكبر من 24 انش بتبدا ما تشوفش او تحتاج تحرك راسك وانت بتلعب، ودي في الالعاب اللي فيها شوتينج والالعاب اللي فيها حركه كتير انت بتتزاول وما بتبقاش احسن حاجه للجيمرز. وهتلاقي حتى البروفيشنال جيمرز اللي بيلعبوا في مسابقات دايما على شاشه 24 انش. طب لو انت بقى فيديو اديتور او بتاع ديزاينز او جرافيك ديزاينر، طبعا الشاشات الاكبر من كده الواسعه بتنفع جدا، لان انت تقسم التاسكات بتاعتك او تفتح هنا فوتوشوب تفتح هنا مش عارف ايه تفتح ايه جنبه، بتبقى احسن في التقسيمه دي وبتبقى احسن كمان لعينيك. لو لسه بقى مش عارف تقرر تجيب النينتندو سويتش اوليد في 2025 ولا لا، ما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو لسه مش عارف تقرر بين الانترنال ميموري وكلاود ستورج، ما تنساش تشوف الفيديو ده، واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد واشوفكم في فيديو جديد.